السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. اليوم فيديو جديد ووصفة جديدة. راح نديرو مع بعضنا كيش بصدر دجاج وكيش بالثوم وعجينة. نديروها بات بغيزي نديروها في الدار، وبعجينة شريتها من المغازة من الحانوت، وراح نشوفوا إذا كان راح يكون هناك فرق بين العجائن. هذه سهلة خلاص، تقدروا ديروها في الدار ولا تشرو. راح ديروها حتى بالثوم، ما عندكمش الثوم تعملوها بالبصل وفرماج وشويه زيتون وتجي بنينه. تقدروا ديروها جيتكم الفراحوسي، تقدروا ديروها شغل مملحات وتقسموهم صغيرين وتقدموهم. الا كان اول مره تشوفوا المحتوى تاعي، ما عليكم غير ديروا الاشتراك من فضلكم وتفعلوا الجرس باه يجيكم كل ما هو جديد حطيته على القناة نتاعي. وشوفوا يعني ما شاء الله بريزونطابل وبنينه، والبنه تاعها وحدها. راح نصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم ونبدو في التحضير. راح نجيبوا سبابيل ولا ريسبيون، نحطوا فيه 200 غرام فرينه. لكن بالكاس تعملوا كاس وكاس اخر، زوز كيسان، ونقصوا زوز صوابع من الكاس الثاني. هنا جبنا الربع فقط تاع ملح، ربع ملعقه صغيره ملح، وهذيك منسمه هرب دو بروفونس، اعشاب منسمه. فوالا راح نديروا نلموا نخلطوا النواشف مع بعض، وراح نجيبوا 100 غرام زبده بحراره المطبخ. راح نحلوها كيما صبلي، راح نحلوها مع بعضها حتى نتاكدوا باللي صبلي، حتى كيما قلنا نتاكدوا باللي دخلت الزبده في المكونات. الفرينه كي شغل نبسوها كيما صبلي كيما قلنا. فوالا هنا فقط سرعت الفيديو تشوفوا كيفاش يتغير اللون تاع العجينه كي تتحل فيها الزبده. وراح نجيبوا صفار بيضاء، شوف راح نجيبوا صفار بيضاء ونحتفظوا بالبياض من بعد نستعملوه. ونزيدوا شويه حليب، راح نحلوها بشويه حليب. اللي عنده حساسيه بالحليب ولا ما يحبش الحليب تقدر تحلها حتى بالماء. شوفي تزيدي بشويه بشويه خلاص حتى تتحصلي على عجينه متماسكه وشويه طريه فقط. ما طروهاش ياسر باسكو من بعد دوك تشرب، كي نخلوها ترتاح دوك تشرب. فوالا كملت. انا ما نقدرش نقول لكم على الحليب قد ما حطيت، كل واحد وحساب الكميه تاعو ولا حساب الفرينه نتاعو. من جهه جبت مقلاة حطيت فيها شويه زبده. انا ما نكذبش عليكم قعد لي من الدجاجه، درنا زوج دجاجات وقعد لي صدر ما كليناشو، وليت وعلاه نطيشوه. راح نستعملوه في الكيش. فتفتو حطيته في الزبده، ما حطيتش ليه حد شيء، ني ملح ني بيس ني والو، لا بهارات لا والو. فوالا كي شغل نحمرو فقط في المقلاة. ومن بعد كي نكملو نحركو مليح ونحمرو فقط. ومن بعد كي نكملو نحطو في جهه ونرحيه، وتقدري تستعمليه كيما هكا يجي مليح وسي مفتفت كيما هكا يجيك مليح. انا بعد رحيته، بعد ما ارتاحت العجينه واحد 10 دقائق ولا ربع ساعه، حطي الفرينه وحلي ما تخافيش. شوفي كي تعملي المقادير اللي قلت لك عليهم راح تمشي لك في يدك عجينه تهبل. ما عرفتيش ولا مبتدئه، حطي بلاستيك من تحت ولا ورق طاهي وحلي بشويه. شوفوا هنا تمشي كيما تحب. هذه عجينه درناها في الدار. قبل كنت نديرها غير هي، ومن بعد وليت نشري كي نعود زيربه ولا حاجه نشرو من برا نحطوها في البلا تاعنا. الفور تاعنا على 180 درجه بصح طيب غير من تحت فقط. فوالا وتحلي مليح وتثبتي، تحاولي تثبتي القاعده من تحت تلصقها في الواحد. بعد راح نحو هذوك الجوانب وما راحش نطيشوهم، راح نزيد نعملوهم صغيرين. فوالا هكا تحاولي تعدلي حاجه مليحه ونظيفه
وتحطها ترتاح. تحبي تحطها في الفريجيدير ولا تحبوا تاخذوا رايي؟ راح نقعروها كامله، نثقبوها كامله حاشاكم ونحطوها في المجمد. انا حطيتها في المجمد الوقت اللي تقعد لك فيه، الوقت اللي نوجدو حنا لافارس. جبنا هذيك الصدر دجاج رحيتو، راح نجيبو الحشوه. شفتوا الصفار بيضه، هذا البيض بيضه وحطيت 4 وزدت ليهم هذا بس كنا راح نعمل زوز. نعمل بالعجينه هذه وبزن نعملوا بالعجينه الاخرى. راح نجيبوا ياغورت طبيعي، انا بقت عندي واحده ياغورت طبيعي، ما عندكش مشي محتمه راح نحطوها ونجيبوا شويه معدنوس وشويه شويه فقط تاع ملح وفرماج. وش عندك حطي. هنا عملنا شويه معدنوس وبعد فرماج. وراح نجيبوا هذاك الدجاج، انا عملت كميه لا باس بها. الدجاج هذاك نزيد نحطوه فوالا ونخلطوه ونحطوا قلت الفرماج ونخلطوهم. بعد نجيبوا هذيك لاباط نتاعنا اللي حطيناها في الفريجيدير ولا في المجمد، حطها في المجمد والفور تاعك كيما قلنا على 180 درجه. راح تخلطي مليح. هنا جبنا الفرماج المرحي وبعد كملت هذه الكريمه السائله. ما عندكش عملي لي حليب، جبناها هنا وراح نحطوا نص الخليط. فوالا نحطوا نص الخليط وراح نطيبوها غير من تحت. كي تطيب من تحت وتحمر نشعلوا عليها من الفوق. هذه النصف الثاني حطيت فيه زيتون باش نغيروا شويه النكهات تاع هذه. راح نعملوها هذه اللي بالزيتون راح نعملوها في العجينه اللي شريتها من برا من الحانوت. فوالا جبنا بلا اخر يروح للفور وخليتها هذيك بالكاخط نتاعها. وراح تحاولي ترصي عليها باش تحكم روحها مليح. وراح نقعروها بالفرشيط وراح نعملوا نفس الشيء كيما الاخرى. راح نحطها بعد ما طابت الاخرى راح نحطها في الفور ونطيبو من تحت واحد 20 مينوت ولا 25 مينوت 25 دقيقة ولا انت والفور تاعك. كي طيب هي العجينة من تحت باسكو كلش طايب راح نشعلوا عليها من الفوق ونحمروها وتعسوها. انا العجينة الاولى اللي درتها تعسوها مالغري ثقبتها العجينة مي كمان نطلع على الفور وطلعت لي زد عاود ثقبتها. هذه العجينة الاولى الكيش الاولى اللي عملناها باللاباط تاع الدار. تخلوها تبرد شويه ومن بعد نحوها نحطوها في الصحن. هذه العجينه الثانيه اللي عملناها باللاباط بغيزي مشريه من الحانوت نفس الشيء. ما نظنش وهذه هذه اللي درناها الثانيه كما قلت لكم. بعد نحطوا فيها شويه الزيتون عفوا الفرماج نحيناها من واحد. هنا راح نروحوا للكيش تاع الثوم. راح نجيبوا 4 عظمات، لا عفوا هنا عملت 3 عظمات. وجبنا بطاطا ثوم كبيره ولا تحبي زوز بايض ولا من المستحسن ناتور. وهنا عندي البصل قطعته وحمصته حمرته في المقله وحده شويه زبده ولا زيت وحمرته وحده. راح نجيبوا سالاديي نحطوا فيه فرماج، نحطوا كل عظمه هذيك 3 عظمات 3 بيضات، نحطوا الثوم ماذا بكم تحلوه شويه ونحطوا البصل وشويه فرماج كما قلنا ديجا حطيناه معدنوس. تحبوا تحطوا زيتون تحبوا تحطوا شامبينيون كيما تحبوا. حطينا قليل من الملح، ما حطينا شويه معدنوس وحركنا. راح نجيبوا تقدروا ديروها حتى بالحليب. يقول لك الحليب ما تصلح بالحليب. انا ساعات ما عنديش الكريمه سائله نعمل بالحليب وتصلح لي. راح نخلطوهم مليح وما نعملوهاش جاريه ياسر باش من العجينه تاعنا ما تتقطعش وما تجيناش من بعد العجينه ما طيبش مليح. فوالا انا نحطهم كيما هكا ونجيبوا بلا مول وحطيت نفس الشيء كيما هذيك الثانيه اللي عملناها بصدر دجاج نفس الشيء. خليت لها الكاخط نتاعها زدت ثقبناهم بالفرشيطه. الفور تاعنا هاو يطيب على 180 درجه. انا ما نكثرش فيها خلها تعسي تبقى تعسي في الفور وكاو تطلع لك العجينه من الداخل. زدت تعودي تثقباها وتقعراها
بالفرشة. توا هنا بعد ما طابت واحد 35 درجة وزدت من الفوق تحمراها، يعني ما شاء الله. شوف هذه اللي درنا العجينة تاع الدار، وخليت لها الحاشية بالذمة باه تشوفوها. وهذه بالطون نحيت لها الحاشية، هذه بالطون باللابات بغيزي اللي شريتها، يعني ما شاء الله جاو بنان 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 يهبلوا. وهذه باللابات بغيزي اللي شريتها، هذه اللي زدت بصدر دجاج وزدت فيها الزيتون. شوفوا يعني كون تتبعوا المقادير راح تعملوها وتصلح لكم، وراح تداوموا عليها، وراح تبقوا ديما ديروا فيها سهله ماهله مع السخانه. كما قلنا الانسان يدير حاجه خفيفه وياكل حاجه خفيفه فوالا. تحبوا تحتفظوا بالحاشيه، يعني خليتها بالذمه كما قلت قبيل. تحبوا تحتفظوا بالحاشيه تحبوا تنحوها، انا من الاخرين نحيتهم وهذيك خليتها لكم فقط. شوفوا ما كانش فرق بين هذيك اللي شريناها من برا واللي نديرها في الدار. انا ما نكذبش عليكم، محسوب ديما نشري من برا، غير هنا برك فقط عملت الوصفه تاع العجينه في الدار، تقدري ديرها وعلى هنا ماشي محد ما تشرو من برا. شاهدكم في الجنه حباباتي، ومع وصفات اخرى باذن الله.